عندك سوتنوس وخايف منه، هاد الفيديو ليك باش تدوز السوتنوس ديالك في احسن الظروف وتجيب النقطة اللي بغيتي. مرحبا بالطلبة ديال التكوين المهني، وما تنساوش انكم ديروا لايك وديروا اشتراك باش تنضموا للعائلة. وعلى بركة الله نبداو لا فيديو. اول حاجة هي اللبس، فاللباس ديال السوتنوس مختلف على الايام العادية، فخاصو يكون انيق وكلاس، بحال غادي دوز مقابلة تبانو في صورة لائقة قدام اللجنة اللي غادي دوزو قدامها. بالنسبة للطلبة ديال التكوين المهني فراكم كدوزو امام الزملاء ديالكم والاساتذة اللي كتعرفوهم، يعني القضية ديال الحشمة والخجل والخلعة فغير حيدوها وارتاحوا، حيتاش غادي دوزو قدام ناس كتعرفوهم. النقطة الثانية هي العمل على شكل مجموعات باش تخففوا عليكم الخدمة. الا كنتي نتا والصديق ديالك دوزتو ستاج في نفس الشركة فخدموا على نفس الرابور، خدموه بيناتكم وقسموا العمل بيناتكم باش تخفف عليكم الخدمة. وايضا فضروري من التدريب والتمرن على الإلقاء مضمون الفقرات، ضروري من انك تدرب على العرض ديالك، فكلما تدربتي مزيان فراه غادي تدوزو في احسن الظروف. فتدرب في الدار ديالك قدام الزملاء ديالك باش تحيد ديك الدهشة والخلعة. وايضا بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال اللغة الفرنسية فما عليكم الا بالحفظ والتكرار مرارا وتكرارا، تحفظوا داكشي اللي عندكم وايضا غادي تحفظوا وايضا ترجموا الفقرات باللغة العربية باش تفهموا اشنو كتقولوا، باش الاستاذ الا سولكم تعرفوا انكم تجاوبوا. وبالنسبة للتحضير ديال الرابور فراه غادي تكون عندكم نسخة على شكل وورد ونسخة على شكل باوربوينت هي اللي غادي تقدموا فيها العرض ديالكم، ومن الافضل تكون عندكم نسخة في الكلي واليو اس بي. هادشي احتياطيا لا تلفات لكم شي وحدة كتلقاو عندكم وحدة اخرى. وايضا تكون عندكم نسخة ورقية طبعوها ورقيا. ايضا في الفترة ديال الستاج فاي حاجة في الشركة ما فهمتوهاش كتسولوا الناس اللي خدامين في ديك الشركة، وكتكتبوا اي معلومة مهمة اللي غادي تزيدوها في الرابور ديالكم. وايضا ما كتنساوش انكم ملي كتكونوا كتصاوبوا الرابور تستاشروا مع الاستاذ المشرف عليكم، كتوريوه الرابور ديالكم باش يوريكم شنو ناقص، شنو خاصكم تزيدوا ولا شنو خاصكم تحيدوا. فراه كتكون واحد الاستشاره باش تقادوا واحد الرابور اللي مقاد ومزيان. وايضا في السطاج ديالكم فكونوا اكتيف، يعني سولوا لاحظوا، ما تاخذوش السطاج ديالكم على انه واحد العبء وباغيين غير تساليو منه. فراه السطاج كيبقى واحد التجربه اللي غادي يكون عليها واحد الاثر عليكم كبير، فغادي تعرفوا على الشركة وغادي تاخدوا معلومات اللي غادي تفيدكم، وايضا فرا غادي تعرفوا على ناس اللي يقدروا ينفعوكم من هنا للمستقبل. داكشي علاش السطاج ديالكم تستافدوا منه بطريقه صحيحه، وخذوا الماكسيموم ديال المعلومات. وايضا واحد النقطه مهمه بالنسبه للرابور، الا كنتي غادي تكتب مصطلحات اللي ما واضحاش وما فاهمهاش مزيان فمن الافضل انك ما ديرهاش تفاديا للاحراج، حيتاش الاساتذه يقدروا يسولوك عليها ويلقاوك ما فاهمهاش والنقطه ديالك غادي تاثر. فمن الافضل شي حاجه ما فهمتيهاش مزيان فمن الافضل انك ما ديرهاش. الوغ بالنسبه للباوربوينت فلي 10% يكونوا قصار، كتكتبوا العوارض المختصره وكتعتمدوا بزاف على الصور والجداول والخرائط والمبيانات، فراهم كيوضحوا الفكره اكثر. وبالنسبه للمقدمه والخاتمه فرا كتقولوهم شفويا ما كتكتبوهمش. واخيرا ما تخلعوش، ثقوا في راسكم وتوكلوا على الله وما غادي يكون غير الخير.
كيما دوزتو لي زيكسبوزي فراه سوتنونس ما غادي يخلعكم، راكم نتوما كابابل، وبالتوفيق للجميع ومسيرة موفقة، ومع السلامة حتى الفيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم لا فيديو. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة باش يوصلكم اي جديد بخصوص التكوين المهني، واللي عنده اي تساؤل ولا بغى يتواصل معنا فهو الانستغرام يخلي الميساج ديالو وراه كنجاوبو كلشي.